صباح الخير، صباحكم سعادة وتفاؤل وراحة بال، يا رب جميعا تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة وصفة اقدر اقول عليها كده من الوصفات المميزة بالنسبة لي. مميزة علشان حاجات كتير، يمكن علشان طريقة التحضير بتاعتها بسيطة جدا، او ممكن علشان بخرج بيها كده كل فترة عن الشكل التقليدي للغدا والصواني والطواجن والحاجات دي، او علشان طعمها المختلف والمميز مثلا. طب هي ايه بقى الوصفة دي؟ بس انا كالمعتاد مش هقول مسميات للوصفة علشان الاختلاف في طريقة التحضير بيخلي فيه اختلاف شوية في الاسم، فكل واحد هيشوفها حسب طريقة التحضير بتاعتها. وابقوا اكتبوا لي انتوا بقى في الكومنتس على حسب طريقة التحضير دي اسمها ايه. ده لان طريقة التحضير بتاعتها فيها تركاية كده مختلفة شوية، بس كل اللي اقدر اقوله ان الوصفة دي تعتبر كده 3 في 1. فيها من الكبسة علشان الشوربة، وفيها من المندي علشان تبخير الفحم، وكمان فيها من البرياني علشان تحمير البصل. فلكم بقى ان تتخيلوا ان 3 وصفات جبارين كده يبقوا في وصفة واحدة، يبقى طعمها عامل ازاي، ولا ريحتها بقى اللي كانت قلبة الدنيا. فيلا نشوف الوصفة القمر دي عملناها ازاي. بس لو سمحتوا حابة افكركم قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة، وكمان ما تنسوش اللايك والشير علشان ده بيساعد القناة ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده في حله وعلى نار عاليه، وحطيت فيها قطع من الدهن لغايه لما تسيح وتنزل الدهون اللي فيها، وبعدين والنار عاليه هنزل عليها بكيلو ونص كده من اللحمه الضاني. اهم حاجه ان النار تكون عاليه علشان انا عايزه اللحمه تاخد طبه وكمان تاخد لون حلو، وبعدين هنشوحها كده شويه. الخطوه دي بتفرق جدا في طعم وريحه اللحمه، وعلى فكره ممكن تستخدمي اي نوع لحمه واي قطعيه بتنفع في الوصفه دي. وبعد ما شوحت اللحمه شويه احط بقى التوابل الصحيحه اللي هي ورق لورا وحبهان وقرنفل وكبابه صيني وليمون مجفف، وكمان قرفه خشب ونجمه اليانسون وزعتر كده فريش انا زرعاه عندي في البلكونه، وكان فص من الثوم، وكمان هحط طماطمايه على جزرايه كده متقطعه شرايح، وفلفل اخضر رومي او حار، وقطعه من الجنزبيل الفريش، وكمان حطيت بصل اخضر بس طبعا ممكن تحطي بصل عادي يعني. وبعد ما اشوح بقى اللحمه مع المطيبات دي كلها شويه كده حلوين، هنزل بقى بالميه السخنه، وما تنسوش لما الميه تغلي تشيلوا الزفاره اللي على الوش. وبعدين هنحط بقى التوابل البودر اللي هي معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره الجافه، نص معلقه صغيره من الحبهان المطحون، ونص معلقه صغيره من السبع بهارات. وطبعا مش هنحط الملح من دلوقتي علشان ما ياخرش مده التسويه، بنحطه في الاخر. وبعدين هغطي بقى على اللحمه واسيبها تستوي على نار هاديه. انا بحب اللحوم عموما تستوي على نار هاديه علشان بتعمل لي احلى مرقه. ودلوقتي تعالوا بقى نعمل التركايه المختلفه والمميزه اللي بتنقل الوصفه دي لحته تانية خالص. في حله وعلى نار متوسطه، وحطيت فيها شويه حلوين كده من الزيت. اهم حاجه ان كميه الزيت اللي هستخدمها تكفيني ان اعمل بيها الرز، وكمان اخد منها شويه كده علشان احمر فيهم اللحمه. المهم ان اول ما الزيت يسخن كويس نزلت عليه ببصلايه كبيره كده تكون متقطعه شرايح رفيعه. وبعد لما البصل يحمر شويه وياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده، يعني ولا هو فاتح قوي ولا هو غامق قوي لدرجه انه يكون محروق، تعالوا بقى نعمل التركايه الحلوه قوي جدا دي. ان انا هاخد البصل ده وهو سخن قوي كده وهنزل بيه على اللحمه، يعني زي ما تقولوا كده ان انا بعمل المرقه دي طشه. مش قادره اقول لكم بقى الخطوه دي بتنقل الوصفه دي لحته تانية خالص. ريحتها بس في اللحظه دي كانت قلبة الدنيا بجد. والبصل المحمر ده هي خطوه من خطوات تحضير البرياني. وبعد كده الزيت اللي انا حمرت فيه البصل هبخره بالفحم. انا عارفه طبعا جدا ان الخطوه دي في ناس كتير ما بتفضلهاش، بس انا بصراحه خطوه تبخير الفحم دي بحب اعملها كده من وقت للتاني علشان اكل اكل بطعم مختلف شويه. اما بقى خطوه تبخير الفحم دي فدي خطوه من خطوات تحضير المندي، علشان كده قلت لكم من البدايه ان الوصفه دي فيها من وصفات كتير علشان كده مختلفه ومميزه. وبعد ما بخرت الزيت بالفحم وغطيته وسبته كده شويه حلوين علشان يتبخر، هاخد من الزيت ده كبشه واسيبها في صينيه، وبعدين هرجع بقى افتح النار تاني على الزيت اللي في الحله وعلى نار عاليه لغايه لما الزيت يسخن. وبعدين نزلت عليه ب3 كوبايات من الرز البسمتي المغسول والمنقوع لمده نص ساعه في ميه دافيه، وفيها معلقه من الملح وكمان معلقه من الخل. وبعد نص ساعه برجع تاني اغسله واصفيه كويس جدا، بس طبعا انواع الرز البسمتي بتختلف في مده النقع بتاعتها. وبعد بقى ما بغسل الرز كويس وبصفيه بنزل بقى بيه على الزيت السخن ده وبشوحه بقى شويه. ما تستعجليش في الخطوه دي لان خطوه تقليب الرز مع الزيت السخن مده حلوه كده هي العامل الاساسي علشان الرز البسمتي ده يطلع معاكي مفلفل. فما تستعجليش ابدا في الخطوه دي، يعني هتفضلي تقلبي كده في الرز لغايه لما لونه يتغير ويتشمع. المهم وانت بتشوحي الرز كده مع الزيت هتحط عليه معلقه كبيره من اي نوع توابل عندك، سواء كبسه بقى برياني مندي اي حاجه متوفره عندك، او ممكن تستغني عنها يعني بما اننا مبهرين الشوربه كويس جدا فممكن تستغني عنها لو انت ما عندكيش. وبعد كده هنزل على الرز بمرقه اللحمه الحلوه قوي اللي ريحتها كانت قلب الدنيا، بس اهم حاجه ان المرقه تكون سخنه. وطبعا علشان ناخد مرقه اللحمه فلازم اللحمه تكون استوت جدا
وكمان ظبطنا الملح بتاعها. اهم حاجه كمان علشان الرز يطلع معاكي مظبوط ومفلفل ان ارتفاع المرقه يكون فوق الرز ب1 سنتي بس او بعقله صابع. وهنسيب بقى الرز في الاول كده يستوي على نار عاليه. بس في برده خطوه مهمه جدا، ان طول ما الرز كده بيغلي وهو لسه فيه مرقه بفتح عليه كل شويه كده واديله تقليبه. دي برده خطوه مهمه جدا علشان الرز يطلع معاكي مفلفل لغايه لما الرز بقى يشرب كل المرقه ويعمل فتحات واسعه كده على الوش. في الوقت ده بقى هغطي الحله واسيب الرز على نار هاديه جدا لمده 25 دقيقه، ما تفتحيش عليه ابدا. بس انا علشان كنت عايزه الرز حبايه وحبايه فدوبت كده نص معلقه صغيره من لون الزعفران في شويه صغيرين من الميه وحطيتهم على وش الرز، وبعدين غطيت بقى عليه وهديت علشان اسيبه يستوي. اما بقى الصينيه دي فدي اللي حطينا فيها كبشه الزيت اللي اخدناها من الحله اللي هو بتاع البصل واللي متبخر بالفحم. حطيت الصينيه على نار عاليه وكمان دوبت في الزيت نص معلقه صغيره من لون الزعفران علشان احمر فيها اللحمه. الخطوه دي مش قادره اقول لكم بتفرق ازاي في طعم وريحه اللحمه وكمان لونها الحلو قوي ده. هتستمري بقى في تقليب اللحمه كده لغايه لما كلها تتحمر. شايفين لونها حلو ازاي؟ وهنا بقى الرز بعد 25 دقيقه كان مفلفل وحلو قوي زي ما انتم شايفين كده. انا مش قادره اوصف لكم بجد ريحه الوصفه دي كانت قلب البيت ازاي، علشان الاضافات وطريقه التحضير بتاعتها الحلوه جدا المختلفه والمميزه. بس اكيد يعني من احساسكم كده انتم متخيلين الريحه والطعم كانوا عاملين ازاي، من اول اللحمه والتتبيله المميزه بتاعتها مع طشه البصل طبعا اللي عملناها في المرقه لغايه الرز اللي معمول في الزيت اللي متحمر فيه بصل وكمان متبخر بالفحم. فاحنا في الوصفه دي مش قادره اقول لكم يعني ضربنا عصفورين بحجر، لا هما مش عصفورين بصراحه، هما 3. زي ما قلت لكم هي فيها من الكبسه علشان طريقه تحضير المرقه، وكمان فيها من البرياني علشان تحمير البصل، وفيها من المندي علشان تبخير الفحم. فتخيلوا بقى ان 3 وصفات بالجمال والعظمه دي يبقوا كلهم في وصفه واحده. وعلى فكره لو انتم من الناس اللي مش غاويه قوي تحمير اللحمه، ولو من الناس كمان اللي بتحب تسهل الامور شويه على نفسها، فممكن تعملي الوصفه دي كلها في حله واحده. يعني الحله اللي انت هتعملي فيها اللحمه بالمرقه بتاعتها، واحنا طبعا بنحط طشه البصل فاحنا بنحطها مع بدايه تسويه اللحمه، يعني مش في الاخر خالص علشان اللحمه تستوي كده مع البصل ويبقى طعمها حلو. فانت ممكن بعد ما تنزلي بالطشه كده على المرقه وتغطي بقى على اللحمه وتسيبيها تستوي خالص، هتبخري برده الزيت زي ما احنا عملنا. بس لما تيجي بقى تحط الرز مش هتحط الرز في الحله اللي فيها الزيت، هتحط الرز على اللحمه على طول بعد ما اللحمه تستوي وتملحيها وكل حاجه، وهتسيبي بقى الرز يستوي مع اللحمه والشوربه. بس اهم حاجه برده تكون المرقه فوق ارتفاع الرز ب1 سنتي بس، خلي بالك علشان لو المرقه كتير هتعجن معاكي الرز. وبعد ما الرز يشرب المرقه بتاعته هتسخني بقى الزيت اللي كنت محمره فيه البصل وكمان مبخراه بالفحم، وبعدين هتاخديه وتحطيه على وش الرز، يعني بمعنى اصح كده زي ما تكون بتعملي طشه للرز. وبعد كده برده هتغطي على الرز وتسيبيه على نار هاديه لمده 25 دقيقه. وكده يا قمر تكوني عملت الغدا كله في حله واحده. بس علشان انا بصراحه بحب اللحمه والفراخ لازم يكونوا متحمرين فبعمل الخطوات دي. وكمان الولاد عندي ما بيحبوش الرز يكون فيه التوابل الصحيحه اللي في المرقه ولا الخضار بقى ولا الحاجات الكتير اللي بتكون في المرقه دي، فبضطر ان انا اصفيها، فعلشان كده بعمل الخطوات دي. وبس كده وعملنا احلى غدا بشكل مختلف ومميز. اعملوها بقى كنوع من التغيير كده على الغدا، الولاد هيحبوها جدا وهتشرفك كمان لو عندك عزومه وبتحتاجش منك وقت ولا مجهود كتير. ده غير بقى ان ريحتها وشكلها وطعمها ولونها مميزين جدا. الشكل النهائي للتقديم يحسسهم مثلا ان انت جايبه الصينيه دي من بره. مثلا انا قدمتها مع نوعين من السلطه، سلطه الدقوس وكمان سلطه الرات الهنديه، عملتها معاكم قبل كده في فيديو البرياني وكانت حلوه جدا. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوها وتعجبكم. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، يا رب يكون كان خفيف على قلوبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. استودعكم في امان الله وحفظه. بس لو سمحتوا في نهايه الفيديو عايزه افكركم لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجه بسيطه ما تنسوش تعملوا الخير النهارده وتدعموني بالاشتراك في القناه وكمان اللايك والشير علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ربنا يحسن ما بين ايديكم، بحبكم في الله.